روحي. يا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بعد زمان. يمكن غطيت عليكم تقريبا اكثر من شهر وانا ما نزلت فيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو. رح احكي شو سبب الفترة اللي انا غبت فيها وليش غبت. صار معي امور كتيرة وانا كتير مبسوطة انه رجعت هلأ منتجت لكم للفيديو ونزله على اليوتيوب. ما بحب انا كتير طول عن اليوتيوب لانه اذا طولت كتير عن اليوتيوب محتوى قناتي رح يهبط. فبفضل دايما انه اكون مستمرة معكم. هلا انا بلشت نهاري باليالنجي. اول ما فقت لملمت البيت، طبعا اول شي بشرب القهوة بلملم. صايرة انا ما عم بفطر، يعني تقريبا اذا بدي افطر 3 ل4 كتير كتير عم بتأخر بالفطور. وعشاء ما بتعشى، يعني تقريبا على 7 8 باكل هيك شغلة خفيفة، هي تفاحة، هي لأسباب عدة. فلهيك كتير أكلي قلان. فهون بدي أعمل يالنجي، فقررت إني أنا بلش أول شي باليالنجي. حطيت مثل ما شفتوا الورق اللي أنا مونته معكم بالفيديو قبل بالفريزة. فهيك بطالعه هو أخضر، طبعا مالي مفورة عليه، وبحطه على النار بعدين بفور عليه بدبله. بس نصيحة هي أنا أول مرة بعمل هاي الطريقة. بحط اليبرق بالفريزة، بلفه هو أخضر. كتير غلط، لازم الواحد يدبله ياخد لونه الأصفر وبعدين يحطه بالفريزة، لأنه حطيته أخضر فغبق لونه، صار لما هيك ما بيقلب على صفار، بيصير هيك على صفار كتير غامق، بيطلع لونه ما حلو. فهلأ هوني أنا عم بخلط بالخلاط بالفرامة الخضرة تبعيت اليالنجي. اليالنجي أكيد بتعرفوا اليالنجي. كنت عم بفرم هون بندورة وبصل وبقدونس ونعناع، وفي ناس بتحطوم، أنا لا ما بحط له توم لليالنجي، هيك بيطلع كتير طيب. شفتوا انا هون كترت كمية البصل. هلا انا حاطة بس كاستين، هو البصل مو كتير بس لانه البصل صغيرة مبين انه كمية البصل كتير كتيرة. وراح احط دبس فليفلة ودبس بندورة، راح احط زيت زيتون ودبس رمان وشوية ملح وبهار، فقط هدول لا غير. هلا في ناس بتحط لك بن، بتحط بن، ما بعرف ليش البن. يعني انا بصراحة كنت قبل احط بن، ما اعرف انه ما في داعي للبن. يعني شو يعني ليش؟ فاكتشفت انه لا، هيك بكفي. هلا انتو كمان فيكم تحطوا بالحشوة هاي عصير ليمون. انا اكتفيت بحمض دبس الرمان. هلا هون بقى جيت على الصالون هيك تحت المكيفات، بدي ابرك واحشي اليالنجي او الف اليالنجي. هدول كاستين طبعا انا نقعت الرز بس ما حمصته من دون تحميص، يعني تقريبا بعمله مثل المحشي التركي او الدولمة العراقية بهي الطريقة. يعني ما في داعي واحد يحمص الرز، في منهم بيعملوه كمان على فكرة نفس الخلطة الخضار، بس بيحطوا بدال الرز برغل. انا مرة عملته بالبرغل كمان طلع كتير كتير طيب، بس بيحمصوا البرغل تحميص والرز كمان بيحمصوه تحميص. فانا شفت انه ما في داعي، وحتى بيقلوا البصلة كمان بالبداية. فلقيت انه ما في داعي، خلص مثل المحشي التركي وبنفس الوقت مثل الدولمة العراقية طبعا، بس لا يعلى على الدولمة العراقية ابدا. الحمد لله الورق عندي كتير ممتاز، وما شاء الله كل ورقة أكبر من التانية. مثل ما شفتوا الحجم الورقة كتير حلو، ومثل السيجار يعني كتير هيك. نوعية اليبرق هالسنة الحمد لله بليت قلبي فيه. آه، بس بكتر هيك شوية حشوة لأنه رح تدوب الخضرة، ولما بلفه ما كتير برصه، يعني بحيث هيك بخليه ياخد راحته. هون لما بلشت لفه لفيت كم وحدة هيك صورت لكم، وبعدين فتحت لايف وصورت شلون انا لفيته. بس ما كملت اللايف لانه اجاني تليفون فاضطريت اسكر.
هلأ هون حطيته، بدي طبقه بأصغر طنجرة عندي بالبيت. لأنه هي بس كاستين رز من غير شر، يعني جوزي مو موجود، بس أنا وولادي. ومع هيك ضلينا يومين عم ناكل فيه، يعني بس أنا وولادي وضلينا يومين عم ناكل فيه، مع إنه نحن كتير كمان بنحب المحاشي واليبرق. يعني كل أكلات الرز تقريبا. هلا رح حط بالبداية بس فوقه مي سخنة وحطه على النار، مجرد ما غلي رح ضيف فوقه زيت زيتون وملح ودبس رمان وشوية عصير ليمون. هلا انا ما كنت بدي احط عصير ليمون، كنت بدي اكتفي بدبس الرمان، حموضة الدبس الرمان. هلا كان فيني احط شوية محل ليمون مشان هيك شوي تكشف اليابرقاي، بس قلت معلش لانه انا رح احط الدبس رمان كمان، الدبس رمان رح يعطيه هيك لون غامق. انا بعشق اعشاء نوع آه العصير هذا. كل ما بيجي الصيف لازم اعمل منه، يعني انا تقريبا من 3 سنين هذا العصير دائما بعمل منه. هلا انا كل مرة بعصر الليمون، وبعدين بخلط عصير الليمون مع النعناع، ورق النعناع، وبضيفه شوية مي وبضيفه سكر. هلا انا هالمرة شو عملت؟ تزاكيت، قلت يا بنت لا قشري الليمونة، قشري هذا طالع منه البياض من الليمونة، لانه هو هذا البياض اللي بيخلي فيها المرار. ما فانا قلت خلص هلا هيك المرار راح، وصرت بدي اخلط الليمون مع النعناع بهي الطريقة، بس صار فيه شوية مرار. بس رجعت تاني نهار عملته، عصرت الليمون عصر وخلطته مع عصير الليمون، ضفت له مي وسكر، وحطيت ورق النعناع وخلطته. لا طلع منعش اكتر وطيب اكتر. يعني يفضل انه الليمون ينعصر عصر. وهون كنت عم بصفيه، يعني رح تروح نص وقت النعناع. اما لما عملته، لما عصرت الليمون وحطيت النعناع، ضفت النعناع وطحنت النعناع بعصير الليمون، ما صفيته ابدا، هيك النعناع ما بين وعطى هيك انتعاش وطعم كتير طيبة. هلا يا صبايا رح لكم شو سبب غيابي عن القناة. بسبب انه صار مع جوزي مشكلة. يعني هي مو مشكلة، يعني كيف بدي اقلكن، هو اقدم على شغلة، وهي الشغلة مثل كأنه ما كانت خير بحقه، ما بعرف شو القصة يعني. هلا نحن اي شي بنعمله يعني انا هلا صايرة هالفترة انه لا بعمل استخارة قبل ما اعمل اي شي لحتى ريح راسي، ورب العالمين وقت بيختارها بتكون خير بحقنا. فانا اقدمت على الاستخارة قبل ما تبلش الشغلة، ومع هيك بلشت، مشي فيها جوزي، وصل لمرحلة كتير منيحة. صار معه مشكلة بهي الشغلة، مشكلة كتير كتير كبيرة. يعني الله بيعلم بحالي أنا. 4 أيام شو صار فيني، 4 أيام يعني أنا وضعي كان كتير صعب. المهم عدت هاي الشغلة أول مرة على خير وسلامة، رجع كمان بهاي الشغلة إنه بده يكمل، رجع كمان صار معه مشكلة، ضل تقريبا أسبوع كامل أنا يعني لا بقى يدخل لتأمي أكل لا شرب لا شي. يعني صارت أمي تقلي تعي لعنا إنه مشان أشرب معهم قهوة وأفطر معهم، يعني مشان أمي تأمن علي إنه أنا فطرت، لأنه ما بقى أقبل أكل أبدا. يعني خلص نفسيتي كتير تعبت. أما شو هي الشغلة اللي صارت معي بصراحة أنا، اللي صارت معنا هلأ ما رح أحكي فيها، ولا حتى بقدر أحكي فيها شو هي الشغلة. رح خليها لبعدين. يعني رح خليها، يعني هي ما صارت على 3 مرات، يعني الله بيعلم أنا شو صار فيني. إن شاء الله مع الوقت لقدام إن شاء الله رح أحكيها، بس أنا هلأ حاليا ما فيني أحكيها.
هلا هون عندي هرارة توست، انا شفت التوست بقسم حرافه مشان احط فيه طون وهيك ولفه بهيك بحبوه ولادي، فزاد عندي هاي الحراف التوست. هون قطعتهم وشربتهم حليب، هيك حركتهم وشربتهم حليب. بعدين هون حطيت مثل ما شفتوا البيض، خفقته مع الزبدة ومع السكر. حطيت تقريبا كاسة سكر، بيضتين او ثلاثة مالي متذكرة، مع نص كاسة زبدة. هي الزبدة حطيتها حيواني وخفقتهم مع بعض. فيكم تحطوا قرفة، شوية قرفة بقلبه. أنا هون ما حطيت قرفة. ليش؟ لأنه هون بصير عندكم عدة خيارات. هلا فيكم مثلا تعملوا كراميل، نص كاسة كراميل على النار، أو كاسة بتحطوها هيك بالأرضية، بأرضية البيركس، وبعدين تحطوا الخليط فوق أو بتدخلوه على الفرن. أنا ما عملتها بالكراميل، أنا كنت حابة خليها بصوص الشوكولاتة وبالقرفة، بالقرفة أو جوز الهند. هلا هيك مثل ما شفتوا رح مسدها كتير منيح ورح دخلها على الفرن. درجة حرارة يعني تكون تبعية الكيك تقريبا نفس ال درجة الحرارة. وصحيح نسيت أقلكن فانيلا، الفانيلا كتير ضرورية مع البيض، أنا نسيت أقلكن على الفانيلا. هلا هون انا لانه هلا الكراميل بيطلع بصراحة كتير طيب معه. فيكم كمان هيك تحطوه فوق، يعني مو شرط تحطوه بأرضية البيركس مشان ما يحترق اكتر. فيكم مثلا تطلعوا القطعة وتحطوا عليها كراميل كمان بيصير. انا هون حطيت صوص شوكولاتة وجوز الهند وقرفة. بصراحة طلعت القرفة اطيب شيء مع، يعني كتير لبقت مع القرفة. هلا هي صوص الشوكولاتة والقرفة والجوز الهند مع بعضهم عطوا نغمة فظيعة فظيعة جد. كتير كانت طيبة هالأكلة، وكتير أنا بصراحة حبيتها، عجبتني كتير كتير. هلا انا فتات الخبز عندي يعني كانت كميته كتير منيحة، ما فيني اتخلص منه، حرام يعني فقلت خلص يا بنت اعملي فيه أكلة حلو. وبنفس الوقت هي كانت تجربة كتير حلوة. وهلا فيكم اذا كان مثلا عندكم هرارة خبز بايتة، توست بايتة، مو شرط تكون تازة. بس انا مثل ما عبقلكم انه اطيب شي طلعت اللي بالقرفة، طلعت غرام. بس ان شاء الله المرة التانية كمان بدي اجرب اعملها معكم بالكراميل، اعمل الكراميل على ايدي. بظن انه بالكراميل رح تطلع كتير طيبة. هلا هون بعد ما أمنت على أكلة الحلو استوى اليالنجي وقلبته. هي كانت كمية اليالنجي. طبعا هون كنت حاطة تحتها بطاطا بكر، وطلع طعمته رهيبة. صبايا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تنزلوا تعملوا لي لايك وبتشتركوا بالقناة يلي مو مشترك. إن شاء الله الفيديوهات الجاي رح تكون أحلى وأحلى. وباي باي.